التي تشكلها بوابة الميناء لتواجد صخور بحرية وتراكم الرمال أدت في مناسبات عديدة إلى حدوث كوارث وحوادث خطيرة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية. فإن جنوح السفينة سيرت في الأسابيع الأخيرة من شهر 12 السنة الماضية أتت بتأكيد ودعم وصدق ما نبهنا إليه وساهمت في الأساس لإطلاع جميع المسؤولين الفعالية ذات صلة على حقيقة الوضع. هذا الوضع الذي يدعونا جميعا إلى اغتنام هذه الحادثة والمبادرة للبحث عن الحلول اللازمة والكثيرة لتأمين بوابة الميناء، وذلك بتنزيل الحاجز الوقائي وبناء حوض جديد بجانب الحوض الحالي وتدمير الصخرة البحرية المقابل لبوابة الميناء، إضافة إلى توفير معدات وآليات تسريب الرمال إلى خارج الميناء ولبلوغ هذا الهدف. يجب علينا جميعا كمسؤولين مباشرين وغير مباشرين التحلي بالشجاعة الأدبية والسياسية مسلحين بالروح الوطنية الصادقة في الإسراع بتنفيذ خطة عملية كفيلة بإنهاء هذه المعاناة التي تبقى بؤرة تجاوز لفعل الحادثة الأخيرة الاهتمام المحلي والوطني والدولي. إذا ما يخص آخر مداخلة ما يخص ميناء طنطا واللي هو عنده طابع جهوي، فاحنا كما كنعرف من ميناء طنطا عنده طابع جهوي على غرار ما بناء نواه جامعية بين قليمين وقليم سمار وأحياء جامعية كذلك، والجميع مجمع أن أي تدخل صدر أعضاء الجهة يصب في هذا الاتجاه إلا وتكون مصادقة بصفة شاملة. إذا حتى ميناء طنطا خاص يدخل في هذه الاستراتيجية ديال الجهة أن السادة الأعضاء المحترمين أنه يدخل بين الأولويات وبين اهتمامات السادة الأعضاء أن ميناء طنطا حتى هو تخصص بالاعتمادات على مستوى جهوي ويدخل في إطار شراكات مباشرة مع القطاعات المهتمة أو التابعة الميناء طنطا، ولأن هذا الميناء هو القطب الرحاب وهو القطب الاستراتيجي الوحيد بالنسبة للجهة ككل باش يمكن له يساهم في التنمية بصفتها الشمولية بما يخص الجهة. إذا أنا في اعتقادي أن جميع السادة الأعضاء السادة المستشارين ماشيين في نفس الطرح وفي نفس التوجه. وكان في السنوات السابقة كانت تشكلت لجنة فيها نواب برلمانيين وفيها بعض الأعضاء من الجهة على أنها تتبع الحالة اللي كان فيها ميناء طنطا، وعقدت اجتماع وكنا نتمنى أن هذه اللجنة تستمر باش تحل هذه الإشكاليات المطروحة على مستوى ميناء طنطا، ولكن للأسف توقف عمل اللجنة، ونتمنى أن ننهيو هذه اللجنة من جديد باش تتابع مشوارها وتتابع عنها من أجل حل الإشكالية المطروحة على مستوى مدينة طنطا وعلى مستوى ميناء مدينة طنطا. إذا الملتمس موجه لجميع السادة أعضاء المجلس باش تكون الجهة مسمار شريك أساسي بالنسبة لتأهيل ميناء طنطا. هذا ما يخص ميناء طنطا. إذا نتخطاو القطاعات الأخرى، قطاع الفلاحة وقطاع ديال صندوق التنمية السام الوكالة الوطنية لتنمية المناطق الواحات، لأن فيما يخص نفس المنحى اللي مشاو الزملاء قبل، فيما يخص المداخلات اللي شفنا أن كنشوفوا مدينة طنطا إقليم طنطا كنشوفوا مداخلات صغيرة كان كيبان صغير فيما يخص المداخلة ديال السيد مدير الفلاحة ولا السيد الأخ ديال تنمية الواحات كاع ما جا كاع ذكر طنطا فيما يخص العرب. إذا حنا هذه تقريبا 4 سنوات حنا ماشي البرنامج مخصص أحفظ بالنسبة لوزارة الفلاحة. احنا لحد الساعة ما لمسناش، لحد الساعة بالنسبة لإقليم طنطا ما لمسناش هذه البرامج التنموية في القطاع الفلاحي بالنسبة لمدينة طنطا. نعم هناك مجال التدخل فيما يخص دعم الكسابات، ما يخص الدواء، هذا كان الوصول ما يخص النقاط المائية، ولكن بعض المسائل هي كبيرة وهي استراتيجية ما شفناهاش بالنسبة لإقليم طنطا. ملي كنتكلموا عن استصلاح الأراضي السؤال مطروح طنطا أين محل من الإعراب؟ ملي كنشوف الحواجز التحويلية كنشوفوا طنطا اللي عنده أراضي شاسعة وصالحة للزراعة أين محل من الإعراب في هذا المجال هذا هو. إذا هناك مجموعة من المسائل اللي هي تدخل مخرج الأحضر بالنسبة لطنطا غير مطروحة وغير مثلا غير معنية في مدينة طنطا. إذا كنتمنى من وزارة الفلاحة أن كنقولوا دائما أن الناس القطاع المشترك على قطاع الفلاحة
راه ما يمكنناش ننجحوا برنامج معين ولا ننجحوا مشاريع معينه بدون ما ننزلوا الشارع، بدون ما ننزلوا الناس المعنيين المستهدفين يتصلوا مباشره، يكون تكوينات، يكون لا بيبليسيتي كيف نقولوا، خاص الناس يعرفوا بهذا البرنامج باش الناس قد تنخرط فيه. ربما كيتكلموا على البرنامج ولكن بدون ما لي سيتويان الناس الساكنين ما يعرفوش فلاحه والكسبه ما عارفينوش ما مطلعينش عليه، لان حتى السؤال كان طرح السيد المدير في راحه تدخله قال لنا ما عندناش، قال غياب معرفه دقيقه برؤوس عدد رؤوس الابل. علاش بالضبط نطرح هذا السؤال الان؟ وحنا المغرب الاخضر مطروح عندنا 4 سنوات ولا 5 سنوات. علاش بالضبط نطرح هذا السؤال عندنا ما عندناش معرفه دقيقه عدد رؤوس الابل؟ وهذه كتصحى الكسابين فعلا المتدخل تقول لك احنا بغينا نعرفوا الكساب الحقيقي منهم. اذا باش نعرفوا الكساب الحقيقي منهم خاصنا نكونوا بادرنا، لان حتى الترقيم راه كنا كنتكلموا على 3 سنوات كنتكلموا عن الترقيم، خاصنا نكونوا بادرنا بالترقيم ديالنا باش نعرفوا العدد ديال الرؤوس ديال الابل اللي هي كتهمنا حنا. كتهمنا بان نعرفوا الرؤوس واش هذا الرؤوس عدد الابل واش كافينا بالنسبه للوطن المغرب، واش ما هي كافيه باش نستوردوا. اذا عندنا كافيه ما نحتاجوا الاستيراد، الا ما كانت كافيه نفتحوا المجال للاستيراد. اذا باش نطرحوا سؤال نرجعوا حتى لاخر المطاف نقول لك ما عندناش معرفه، هذا شيء انا سؤال مطروح انا استغرب. يجب كذلك نقول له عدم ولوج الكسابه للاعانات. اذا هذا الكساب كيفاش غادي يولج الاعانات وهو ما عارفش واش فعلا كاين اعانات ولا ما كاين، هو ما عرفش الا المغرب الاخضر، ما هو عارف الاعانه، ما هو عارف الاعانه شنو التوجه في النظر على يدها. اذا ما كانت معرفه مدققه ولا ما كان توجه مباشر وكان بيد الشخص المعني ولا الفلاح ولا الكساب ولا اي ولا المجتمع المدني ما يمكنناش نعرفوا هذا الشيء. الناس اللي خاصنا تكون عندنا، خاصنا الناس نتواجهوا مع الناس ونقربوا من الناس ونكونوا قريبين من الناس باش نعرفوهم باش ما له وما عليه. اذا هذه الامور كامله كنتمنى ان البرامج تتبع وتقام بالشكل اللي هو مضبوط واللي هو معقول واللي تمشي لهنا. فيما يخص صندوق التنميه القرويه للمناطق الجبليه، صندوق التنميه احنا بعد السيد الوالي بالنسبه لصندوق التنميه القرويه ما كنعرفوش. انا كرئيس مجلس البلديه ما كيعنيش، ولكن الجماعات القرويه المعنيات ما كيعرفوش من قال صندوق التنميه القرويه ما كيعرفوش، لان هذا الصندوق راه كيتدخل كيتدخل في مجموعه من المشاريع في جميع التراب الوطني. الا احنا مطلقين راه ما كيعرفش هذا الصندوق التنميه القرويه اشنو كيعمل، وشنو دوره، وشنو المشاريع كيدخل فيها، وشنو الاعتمادات يمكن يوصل باش ينمي هذه المناطق القرويه والجبليه في الاقاليم الجنوبيه ولا في اقليم حنا ولا في السماره ولا ما نعرفش واش عندهم ولا الدنيا عندهم. اذا هذا الصندوق التنميه القروي لا معروف عنه، ما كنعرفوش واش عند رئيس قرويه عندنا رئيس جامعه المدينه القرويه ما كنعرفوش، لان هذه هما اللي الناس هذا نقص احنا ما كنعرفوش. وحتى تنميه اللي طلعت ديال الواحات، هذا الشيء ديال ما يخص الشيء ديال الواحات الوكاله الواحات بالنسبه لطنطان عنده واحد كنا دائما كننبهوا كنقولوا بان راه طنطان مقصي بالبرنامج الوطني الواحات، كنقولوا راه مقصي. عندنا واحد مجموعه ديال الواحات اللي فيها النخيل فيها شجره النخيل فيها الفلك ما كاينش عندنا بالنسبه لطنطان غير ما تحصيل نهائيا. اذا هنا خاص اعاده النظر فيما يخص هذه البرامج التنمويه. السيد الوالي خاص اعاده النظر في هذه البرامج التنمويه بالنسبه للقطاع الفلاحي وقطاع ديال تنميه الواحات، لان مدينه طنطان هي معنيه بالواحات وما شملهاش هذه البرامج هذه. وكنتاسفوا حتى كنا ظنينا بان تغيرت الاستراتيجيه الوطنيه في قطاع الواحات، تغير وتم ادراج مدينه طنطان واحات مدينه طنطان اللي هي معروفه كما قطاع الواحات مهم مذكور بالسيد المبطع، وكاين دابا الحوزه كذلك راه فيها الاف ديال الاشجار ديال النخيل وما مطروحاش. وكنشوفوا السيد المدير المنسق البرنامج ما طارش هذه الاقاليم ضمن اولوياته، والشيء راه ماشي معقول. اذا كنا كنخدموا التنميه خاصنا نخدموها بشموليتها، خاصنا نخدموها على جميع الاراضي الجهه، خدمنا على الصعيد ونخدموها كذلك على محليا. اذا باش نشربوا نقاط معينه ونخصصوا بها مناطق معينه هذا الشيء ماشي معقول، هذا حيف في حق المناطق الاخرى. كنشوف قطاع الفلاحه برنامج العرض ديال السيد المدير الجهوي ديال الفلاحه كنشوف كيقول لك عنده فسائل النخيل والاشجار والشجرات والاغراس هذا الشيء مناطق معينه من الجهه وكيقسم مناطق اخرى. اذا هذا الشيء راه خاص المراجعه ديال هذه البرامج كليا، خاص المراجعه مع المنتخبين